السلام عليكم، معكم حسام في فيديو جديد وصحة فطوركم. اليوم راح نتكلم عن دولة ناورو والتي تحول شعبها من الفقر المدقع إلى الثراء الفاحش، ولكن لم يدم هذا الثراء طويلا. فماذا حدث؟ كل هذا راح نتعرفه في الفيديو. قبل ما ندخل الموضوع ما تنسوش ديرنا لايك على الفيديو وتنسوش تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلا ندخل الموضوع. ناورو هي جزيرة صغيرة لا يتعدى حجمها 21 كيلومتر مربع فقط، وتعتبر ثالث أصغر دولة في العالم بعد الفاتيكان وموناكو. تقع ناورو في المحيط الهادي تحت خط الاستواء في منتصف الطريق تقريبا بين أستراليا وهاواي، وكجزيرة لا تخلو من جغرافيا فريدة من نوعها ذات مناظر طبيعية خلابة مع هضبة خضراء مركزية وأشجار النخيل والشواطئ ذات الرمال البيضاء. وبسبب جمال هذه الجزيرة تم إطلاق عليها لقب جزيرة السعادة. يبلغ عدد سكانها 10,000 نسمة فقط، وهي ثاني أصغر نسبة سكان في العالم. المواطنون من السكان الأصليين وهم ذو بشرة بنية، وأغلبهم من سكان جزر المحيط الهادي. عرف شعب ناورو بطيبة قلوبهم وقناعتهم رغم الفقر الشديد، وكان مصدر الدخل الوحيد هو الزراعة وصيد الأسماك. رغم صغر حجم الجزيرة إلا أنها تحتوي على ثروة هائلة وكميات كبيرة من الفوسفات النقي المندثر بين طيات الهضبة الوسطى المركزية. تم اكتشاف هذه الثروة عام 1899 عندما زار الجيولوجي الأسترالي ألبرت فولر إليس الجزيرة، وخلال قيامه بفحص جسم يشبه الصخر قيل له أنه قطعة من الخشب المتحجر، لكن إليس لم يصدق ذلك، وسرعان ما اكتشف أن القطعة عبارة عن خام عالي الجودة من الفوسفات. وحسب علماء الجيولوجيا أن الفوسفات تكونت على مدى آلاف السنوات على سطح الجزيرة من خلال تكون طبقات من الكائنات البحرية التي تفاعلت مع عدد لا يحصى من الفضلات الطيور البحرية لتكون مزيج تصلب بمرور الوقت، ليكون في النهاية صخور الفوسفات التي تجمعت على سطح الهضبة الوسطى المركزية المعروفة باسم توبسايد، والتي تشكل 80% من مساحة الجزيرة. وهنا بدأت الحياة لشعب جزيرة ناورو. وكدولة ضعيفة لم تستطع ناورو استخراج كنزها المكتشف حديثا، لذلك تم إبرام صفقة مع ألمانيا عام 1905 لتقوم بأعمال التعدين، وهو استخراج المعادن القيمة من باطن الأرض. واستطاعت ناورو أن تصدر مئات آلاف الأطنان من الفوسفات. لكن بحلول الحرب العالمية الأولى تم احتلال ناورو من قبل أستراليا التي استولت عليها من ألمانيا، وأعلنت أن الجزيرة أصبحت موقع للتعدين البحري. وبحلول العشرينات من القرن الماضي كانت ناورو تصدر حوالي 200 ألف طن من الفوسفات سنويا، وبعد عقدين من الزمان زادت الصادرات بأكثر من 4 أضعاف. وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية وضعت الأمم المتحدة جزيرة ناورو تحت وصاية أستراليا وبريطانيا ونيوزيلندا، مع قيام أستراليا بإدارة الجزيرة. كان الفوسفات يستخدم في العديد من الصناعات الكيميائية، ومعظمه يذهب في صناعة الأسمدة للمحاصيل الزراعية. وكان المزارعين الأستراليين والنيوزيلنديين أكثر مستفيدين من منتجات الفوسفات. لكن ناورو لم تستفيد كثيرا من معدنها الثمين، لأن الواردات كانت تذهب إلى الدول المستعمرة، مما دفع سكان الجزيرة إلى مقاومة تلك الدول لينتزعوا في النهاية استقلالهم عام 1968. بعد الاستقلال استطاع سكان الجزيرة أن يتحكموا بصادرات الفوسفات التي وصلت إلى 23 مليون طن، وبالتالي زيادة الواردات بشكل كبير. وكان يتم توزيعها على عدد ضئيل من السكان، مما أدى إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى دخل للفرد في العالم. أصبح سكان الجزيرة أثرياء بشكل كبير، لدرجة أنهم تخلوا عن مهنتهم في الصيد والزراعة، وكانوا منزعجين من العمل الشاق في تعدين الفوسفات. لذلك كان يتم استيراد العمال من دول أخرى مثل هونغ كونغ والفلبين. كان الثراء نقطة تحول كبيرة في حياة سكان الجزيرة، الذين انتقلوا من الفقر إلى الغنى، لدرجة أنهم لم يكونوا محتاجين إلى العمل، ولم يعودوا مضطرين إلى الدفع مقابل الخدمات التي وفرتها لهم الدولة، حيث قامت الحكومة بإلغاء ضريبة الدخل. أما المنازل التي يتم بناؤها يتم استئجارها للمواطنين بمبلغ زهيد 4.5 دولار شهريا. ومنحت الحكومة أيضا لكل مواطن تلفازا كبيرا وأجهزة تكييف وأدوات كهربائية، ووزعت عليهم السيارات الحديثة.
وتخيلوا معي، قامت دولة ناورو بجلب عاملات التنظيف الآسيويات لكل منزل، والرعاية الصحية كانت مجانية، بحيث أن المريض الذي يحتاج إلى علاج لا تستطيع المستشفياتان المحليتان توفيره، يتم نقله بالطائرة إلى أستراليا لتلقي العلاج على نفقة الدولة. والتعليم كان أيضا بالمجان، وكان الطلاب المؤهلين والراغبين بالحصول على التعليم عالي يتم نقلهم للدراسة في الجامعات الأسترالية. العائلات كانت تستأجر الطائرات الخاصة لأخذها في رحلات إلى جزر هاواي وفيجي وسنغافورة. في وسط هذا الكم الهائل من الرفاهية، أصبحت البطالة هي أسلوب حياة لسكان الجزيرة، حيث وصلت نسبة البطالة إلى 90%. وبغياب الحاجة للعمل اتجه السكان لإقامة الاحتفالات، حتى أصبحت عادة يومية لهم، وأخذوا يبذرون أموالهم على المشروبات الكحولية والمخدرات، واتبعوا نمطا استهلاكيا متوحشا، لدرجة أنه إذا حدث عطل بسيط في سيارة أحدهم وهو يقودها على الطريق، وبدلا من إصلاحها يقوم برميها في المحيط، ويتوجه إلى أستراليا لشراء سيارة جديدة. وبسبب ذلك انتشرت السيارات الصالحة للاستعمال في المحيط وعلى سطح الجزيرة. كل مظاهر حياة الرفاهية هذه كانت بقيادة رئيس الجزيرة بارون واكا، الذي كان يضحك دائما بدون سبب ويقضي معظم وقته بالاحتفال مع السكان. بكل تأكيد لم تكن الدولة تعرف ماذا تفعل بهذا الكم الهائل من المال، لذلك كانت هناك محاولات لاستثماره في عدة مشاريع، من ضمنها إنشاء شركة طيران ناورو، لكن الشركة لم تحقق أي أرباح بسبب صغر حجم الجزيرة، بالإضافة إلى أن عدد سكان الجزيرة في السبعينات لا يتجاوز 7000 نسمة. أما الرحلات فكانت تحتوي على 80% من مقاعدها فارغة. هذه الخسائر دفعت الشركة إلى أن تفقد ترخيصها كشركة طيران تجارية. وفي عام 1988 قامت الحكومة بجعل جميع الرحلات الجوية مجانية، بحيث يمكن لأي شخص السفر إلى أي مكان مجانا، لكنه لم يكن القرار الصائب. والاستثمار الآخر كان في مجال الفنون، وتحديدا حول الرسام ليوناردو دافنشي ولوحة الموناليزا، ولكنها لم يتم تحقيق أي نجاح يذكر. وقامت ناورو أيضا بشراء سفن الرحلات البحرية والفنادق والعقارات في جميع أنحاء العالم، لكن العديد من هذه الاستثمارات لم تحقق أي أرباح. وبحلول التسعينات ونتيجة لسنوات طويلة من التعدين المكثف، انتهى الأمر بتدمير 80% من مساحة الجزيرة الصغيرة، حيث تم استخراج كافة الفوسفات الموجود تقريبا. نتج عن ذلك انخفاض صادرات الفوسفات من 500 ألف طن إلى 22 ألف طن فقط، وهي نسبة قليلة، مما أدى إلى انخفاض الواردات بشكل حاد. وبحلول 2004 أصبح الاقتصاد في حالة يرثى لها، وبدأت مخازن الفوسفات بالنفاذ. أما ظروف الحياة فقد أصبحت سيئة جدا، حتى الخدمات الرئيسية لم تستطع الدولة توفيرها، والكهرباء كثيرا ما يتم قطعها من باب التوفير، والماء الصالح للشرب كميته تقل كل سنة، والمتاجر أصبحت فارغة ولا توجد قنوات للبث التلفزيوني، وتحولت الجزيرة إلى أرض قاحلة نتيجة جرف التربة السطحية، وأصبحت الأرض غير صالحة للزراعة، مما دفع السكان للعودة إلى صيد الأسماك كما كان يفعل أجدادهم، وإلا الموت جوعا. وكانت الحكومة غارقة في الديون وتكافح من أجل تسديدها، وبسبب سوء الإدارة المالية أدى إلى انهيار الاقتصاد. فحاولت ناورو الوقوف على قدميها من جديد عن طريق بيع جوازات السفر الاقتصادية مع قليل من الرسوم لتكسب ملايين دولارات سنويا، لكن هذه المخططات الغير قانونية حولت الجزيرة إلى ملاذ للتهرب الضريبي وغسيل الأموال. كذلك بيع جوازات السفر لن يحل المشاكل الاقتصادية، فالجزيرة بحاجة شديدة إلى الإيرادات. وبالرغم من ذلك كان هناك بعض الأفكار الناجحة، وهو استخراج آخر فوسفات متبقي، والذي من الممكن أن يقدم تعزيزات اقتصادية من خلال المركز المعالج الإقليمي. وثروة أخرى تمتلكها هذه الجزيرة الصغيرة وهي أشعة الشمس، والتي يتم استغلالها لتشغيل أنظمة تنقية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير مياه صالحة للشرب. كما دعمت الإمارات العربية المتحدة مشروعا تجريبيا لتطوير مزرعة شمسية في توبسايد. يبدو أن الجزيرة قد تعلمت بعض الدروس من سوء الإدارة السابقة، وأصبحت دولة ذات دخل مرتفع، ولكن ليس كسنوات البثق والثراء السابقة، لأنها لا تزال دولة ضعيفة نسبيا. آخر الإحصاءات تقريبا ربع السكان تحت خط الفقر،
و3/4 السكان الآخرين بالكاد يعيشون فوق خط الفقر، ويتوقع أن ينزل نصفهم تحت خط الفقر في السنوات القليلة القادمة. ونسبة البطالة انخفضت قليلا وهي 44%. ومنذ اختفاء المظاهر الطبيعية للجزيرة في الثمانينات وتلف التربة وتدهور الزراعة، دفع ذلك السكان إلى الاعتماد على الأغذية المصنعة والمعلبة التي شكلت جزءا كبيرا من نظامهم الغذائي، الذي يحتوي على نسبة كبيرة من السكريات والدهون والمواد الصناعية. تدمرت الحالة الصحية للسكان بسبب الإفراط في الأكل أيام الثروة، وأصبحت الجزيرة صاحبة أعلى معدل للسمنة في العالم بنسبة 97%، ويبلغ متوسط وزن الجسم حوالي 100 كيلوغرام. وكان 40% من السكان مصابين بمرض السكري، وانتشرت عمليات بتر الأطراف بسبب السكري، بالإضافة الإصابة بالعمى. عاش السكان أسلوب حياة خامل مع اتباع نظام غذائي غير صحي، وقامت الحكومة بتشجيع السكان على السير حول محيط المطار كنوع من الرياضة، بالإضافة لتنظيم جلسات التمرينات الرياضية باستمرار. وأخيرا، ماذا يمكننا أن نقول سوى سبحان مغير الأحوال؟ صحيح أن ناورو تعلمت من ماضيها وتكافح الآن لتستعيد مجدها الزائل، لكن يبقى الدرس الذي تعلمته الجزيرة والذي كان سبب في انهيار الاقتصادي هو سوء الإدارة والتخطيط. وما تنسوش تشاركونا رأيكم في التعليقات. ما هو السبب الرئيسي في انهيار الاقتصادي لجزيرة ناورو؟ ولهنا يكون وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله يكون عجبكم موضوع الفيديو. إذا وصلت لهذه النقطة بالذات معناته أنه عجبك هذا الموضوع. ما تنساش دينا لايك، بارطاجي الفيديو مع أصحابك. نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. صحة سحوركم، سلام.